أهلا بيكم في وعينا أمان شريف المصري. داخل موضوع ريادة الأعمال. طيب، الأول عايزين نقول حاجة. ريادة الأعمال دي أنا أقدر يكون معايا فيها شركاء كتير جدا جدا، من غير ما يكونوا عبء عليا، ويكونوا بيشاركوني الربح وبيشاركوني العمل وبيشاركوني كمان النجاح. يعني مثلا لو ادينا مثال على شركة من شركات التوصيل اللي هي عن طريق الابليكيشن، بتطلب بالعربية بيجي لك الكابتن يوصلك مكان ما انت عايز. عدد الكباتن المشتركة كلها في المشروع ده هم شركاء نجاح، هم شركاء نجاح ويهمهم نجاح المشروع. طيب، مين كمان؟ أصحاب العربيات، مش شرط الكابتن يكون عنده عربية. أصحاب العربيات اللي شغالة في النشاط ده، المكاتب اللي بتتعامل من خلال النشاط ده، في مكاتب بتبقى هي الوسيط ما بين الشركة وما بين العربية أو الكابتن. كل دول شركاء نجاح. طيب، كل ما زادوا كل ما المشروع كبر، كل ما بقت في ناس كتير بتدافع عنه، كل ما بقت في ناس كتير مآمنة بيه، كل ما بقت في ناس كتير بيربحوا معاك منه. يعني هم كمان بيربحوا من نفس المشروع بتاعك. أصبحت أنت بتكسب وهم بيكسبوا. أنت خايف على نجاح المشروع وهم خايفين. أنت بتزق عشان المشروع ينجح وهم كمان بيزقوا عشان المشروع ينجح. قد نختلف في الآراء، قد نختلف في طريقة الحساب، قد نختلف في نسبة الربح، لكن في الأصل احنا متفقين ان احنا مع بعض عاملين شراكة كويسة من خلالها احنا الاتنين بنكسب. انا بكسب من خلالك وحضرتك بتكسب من خلالي. طيب، احنا بنقول الكلام ده ليه النهاردة؟ عشان عايزين نقول ان اهم حاجة في ريادة الاعمال طبعا الربح، ده شيء اساسي. انا لو ما بربحش من ريادة الاعمال مش هكمل، هغير المشروع، هشوف مشروع تاني، لان هو مش عمل خيري يعني. وهادف للربح، وده شيء مشروع ما فيهوش مشكله. يبقى انا ههدف للربح، وكمان ههدف ان يكون عندي ايدي عامله كتير، ان بوفر فرص عمل كتير لناس تانية كتير من غير ما الزمهم. يعني لو قدرت ان يكون من غير ما الزمهم بميعاد، تيجي الساعه كذا وتمشي الساعه كذا وتعمل كذا، لا، انا بقول له وكانك فريلانسر. على قد ما بتشتغل على قد ما هتكسب، على قد ما هتعمل على قد ما هتستفاد. وانا كمان كشركه ببدا اديك بونص ومكافآت. لو اشتغلت اكتر هديك اكتر من اي حد تاني، لانك بتساعدني على النجاح وكمان بتستفاد. طيب، ايه كمان؟ ايه كمان؟ انا حل المشكله لمجموعه كبيره من الناس. حتى الناس اللي انا حلت لهم مشكله هم شركاء في النجاح، بيدافعوا عن المشروع، يهمهم ان المكان ينجح، ان المشروع يكبر، ان الدنيا تبقى احسن. وما بياخدش مني نسبه من الارباح، لكن بياخد مني خدمه مميزه انا بادرها بطريقه معينه، بياخد مني خدمه مميزه. فهو كذلك كمان مستفيد من المشروع. طيب، انا عايز اقول ايه من كل ده؟ اللي هقوله هنتاخر عليه شويه، لكن انا هقول حاجه. احنا عايزين ندي بس بعض المفاهيم لرياده الاعمال. على سبيل المثال، في مفهوم بيقول هي مجموعه من الانشطه اللي بتقوم على توفير فرص العمل، الكلام ده لسه قايلين، وتلبيه احتياجات ورغبات العملاء المحتملين من خلال ركز بقى معايا، من خلال الإبداع. من خلال الإبداع. إذا خدنا المثال اللي كنا بنتكلم عليه بتاع العربيات أو المشروع اللي بياخدك عشان تطلبه من ابلكيشن عشان يوصلك من مكان لمكان، كان العادة بتاعتنا غير كده. كنا إحنا بننزل نروح على أول الشارع عشان ناخد عربية تاكسي ونتفق معاه. الإبداع غير المفهوم، بقيت وأنت قاعد العربية هي اللي بتجيلك لحد عندك، وعارف أنت هتدفع كام. حلت لك مشكلة في الآخر، هي حلت لك مشكلة. يبقى ده أحد مفاهيم ريادة الأعمال. يبقى أنا ليه هقول شوية المفاهيم دول؟ عشان إحنا نبقى حاطين المظلة اللي إحنا بنتكلم عليها كلها من خلالها يعني. طيب، كان في مفهوم تاني، هو خلق شركة أو منظمة اقتصادية. هو خلق شركة أو منظمة اقتصادية مبدعة من أجل تحقيق الربح، مفيش اختلاف، والنمو، مفيش اختلاف. بس إيه بقى؟ تحت ظروف المخاطرة المحسوبة. تحت ظروف المخاطرة المحسوبة.
مخاطرة كلنا عارفينها، عارفين يعني ايه مخاطرة، بس احنا بنتكلم في معنى لكلمة المخاطرة المحسوبة. المخاطرة المحسوبة يعني ايه المخاطرة المحسوبة؟ انا معايا 100,000 جنيه وعايز اخش مشروع، فبدأت ادرس ارباحه وادرس خسارته. طيب ارباحه مش ده موضوعنا، هنخليه بعدين، خلينا دلوقتي في خسارته، الله لا يقدر يعني. فلقيت خسارته ان انا عندي 3 4 سيناريوهات. السيناريو الاولاني ان انا هخسر ال 100,000 جنيه كلهم. طيب السيناريو الثاني ان انا هخسر 200,000 جنيه، لان انا عشان اعمله عايز 200,000 جنيه، 100 معايا و100 هاخدها قرض او هستلفها او هدخل شريك معايا. طيب السيناريو الثالث ان انا هخسر 25,000 جنيه من ال 100,000 جنيه. طيب انا لقيت ظبطت الفكره ودرستها وعملت لها دراسه جدوى وركزت فيها وسالت وفهمت وعرفت وحددت كل الحاجات ووظفت امكانياتي. توظيف الامكانيات ده هنتكلم عليه بعدين. وظفت امكانياتي وكل حاجه ولقيت هو المشروع ده تمام. طيب انا لو لقيت خسارته ال 200,000 جنيه، دي مخاطره انا ما اقدرش اتحملها، مش عشان مشروع فشل انا اخش السجن. طيب السيناريو التاني ان انا اخسر ال 100,000 جنيه كلهم اللي معايا. يعني انا مثلا يعني خسرت شقه السنين اللي فاتت، مش هقدر افكر في مشروع تاني، مش هقدر اقوم بدور تاني، مش هقدر في حاجات ياما مش هقدر اعملها بقى خلاص. طيب السيناريو التالت ان انا في حاله الفشل هخسر 25,000 جنيه من ال 100,000 جنيه، هخسر 25% من قيمه الفلوس. ساعتها انا بفكر بقى وبحدد انا المخاطره دي مناسبه ليا اقدر اتحملها، مش هتكسر، مش هرجع للصفر تاني، هقدر استفاد بحاجات جبتها في خلال المشروع دوت عشان اقوم بيها مشروع تاني هتكون جاهزه معايا. هل الخساره دي مجموعه الافكار والخبرات والتجارب اللي انا هعديها في الشركه في المشروع اللي انا كنت عايز اعمله، اللي خسرت فيه ال 25,000 جنيه، اللي انا اتعلمت منه ان في طرق غلط مش همشي فيها تاني، في طرق كان المفروض امشي فيها انا ما مشيتش فيها اصلا، كان في ناس معينه المفروض استعين بيهم انا استعنت بناس غلط. هل ده يوازي عندي ان انا اخسر 25,000 جنيه وابدا مشروع تاني من جديد ابعد فيه عن الاخطاء اللي حصلت هنا وابدا مشروع تاني وادرس برضه خسارته؟ هي دي المخاطره المحسوبه، ده مقصود بالمخاطره المحسوبه. طيب في تعريفات تانية. اه هي عمليه الانتفاع بتشكيله واسعه من المهارات، مهارتي، مهاره زمايلي، شركائي، اصحابي، كل اللي بيتعاونوا معايا، هي مجموعه مهارات. هي عملية الانتفاع بتشكيلة واسعة من المهارات لتحقيق قيمة مضافة في مجال محدد، الربح والاستقلالية والإحساس بالإيه بقى؟ بالفخر. أعتقد اللي بيعمل مشروع كبير وناجح وبيخدم بيه عدد كبير من المجتمع وبيحل بيه مشكلة من المجتمع هو عنده فخر نتيجة الجهد الإبداعي المبذول. إيه القيمة المضافة اللي قلناها في وسط الكلام؟ القيمة المضافة دي هي عبارة عن التالي: العميل كان عنده مشكلة، له رغبات، له توقعات، المشكلة دي هو ما كانش لاقي لها حل، فأنا قدمت له قيمة، قدمت له فكرة، قدمت له إبداع، قدمت له حل ونفذته وهو سعيد بالحل ده، الحل ده رضاه، دي القيمة المضافة. طيب في حاجة تانية، هي عملية الاستحداث أو البدء في نشاط معين وتحقيق عن طريق الابتكار طريقة جديدة بشكل علمي وشمولي في قطاع معين. يبقى أنا الابتكار ماشي معايا دايما، الإبداع ماشي معايا دايما في كل كلام، عشان هي دي ريادة الأعمال: ابتكار، إبداع، قيمة مضافة، مخاطرة محسوبة. تمام؟ طيب عندنا خلاصة بقى لكل الكلام اللي احنا قلناه ده. في خلاصة، احنا كل ده بنتكلم في ايه؟ في تعريف ريادة الأعمال او المفاهيم اللي احنا لازم نبقى عارفينها قبل ما نعمل ريادة اعمال. الظاهر ان انا طولت، عدوا 9 دقايق، فهنكمل في المحاضرة الجاية ان شاء الله. متشكر جدا ليكم واتمنى اكون بنفيد بعض وبنبادل خبرات حلوة مع بعض ان شاء الله.